أشيك تليفون نزل في تاريخ شركة سامسونج في الفئة المتوسطة، خاصة فئة الايه نزل السنة دي جالاكسي A55. أنا لو قعدت أكلمك عن شياكة التليفون ده إن أنت تمسكه في إيدك بس، قسما بالله هنعمل فيديوهين 3 عن الشياكة بتاعته. أنا بالنسبة لي التليفون ده مستنيه ينزل مصر بفارغ الصبر ويطرح في السوق المصري عشان خاطر أمسك التليفون ده وأصوره لكم وأوريكم الشياكة بتاعته. يلا ندخل في الفيديو عشان ما أطولش عليكم. تعال قبل ما ابدا الفيديو وابدا شرح الامكانيات، خليني افرجك على لايف ديمو للتليفون ده في حته تانية خالص واوريك شياكته واوريك اكتر حاجه شداني ليه هي ايه. تعال اوريك. اول حاجه زي ما انت شايفها كده قدامك، الشاشه بتاعته السوبر اموليد والنوتش البسيطه في الكاميرا اللي انت شايفها قدامك دي. ظهر التليفون زي ما انت شايفه كده جلاسي خالص من الازاز، وتليفون جميل جدا. شكل عدسات الكاميرات زي ما انت شايفها كده، الثلاث كاميرات تحت بعضيها وهنتكلم عنها. والاهم من ده كله الشياكه بقى اللي شداني انا شخصيا قوي. زي ما انت شايف كده، بص الفريم بتاعه عامل ازاي من الجنب كده. انت ماسك 13 برو ماكس او 14 برو ماكس، والاختلاف من الجنب التاني لو تاخد بالك. بص الجمال، بص الجمال، بص الانسيابيه والشكل. بص من الجنب عامل ازاي من عند الزرار بتاع الفوليوم وزرار الباور. بص من تحت، بص السماعه الاستيريو والسوكت التايب سي. جمال انا ما شفتش في الشكل ده ومستنيه بفارغ الصبر. واللون ده اشيك لون فيه، يعني انا لو هجيب اللون ده بصراحه. شفت شكل التليفون وشفت جماله والانسيابيه اللي فيه. تعالى بقى اكلمك عن امكانيات العملاق ده. واول حاجه دايما احنا بنبتدي فيها يا جماعه هي الشاشات. شاشه التليفون ده بتيجي طبعا سوبر اموليد 120 هرتز HDR 10 بلس 1000 نيتس، وهي دي العقبه اللي معايا. النيتس بتاعت الشاشه دي بالرغم ان هي سوبر اموليد مش عاليه، 1000 نيتس يعني في الشمس مش هتبقى الوضوح احسن حاجه. الشاشه بتيجي 6.6 انش، يعني في الحجم المتوسط، مش كبير قوي ومش صغير، الحجم بتاعه جميل ومريح يعني. الشاشه بتاعته من قدام بتيجي جوريلا جلاس فيسكس بلس، وبيجي من الظهر الخلفي جوريلا جلاس، والفريم بتاعه بيجي من الالومنيوم زي ما انا وريتكم كده الفيديو وشياكه الفريم بتاعه. طبعا الفينجر برينت بتيجي تحت الشاشه ادام الشاشه سوبر اموليد، عشان بس دي يبقى احنا عارفينها. دي بالنسبه للشاشه بتاعته. بعد ما بنتكلم عن الشاشات بنتكلم على الكاميرات، والجهاز بيجي من الظهر بثلاث كاميرات. الكاميرا الاولى الوايد بتيجي 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه 12 ميجا بكسل الترا وايد، والكاميرا الثالثه بتيجي ماكرو 5 ميجا بكسل. الجهاز طبعا بيصور HDR وبانوراما وبيصور 4K، طبعا مش بيصور 8K. بعد ما اتكلمنا على الشاشات وبعد ما اتكلمنا على الكاميرات، بنتكلم دايما على الميموري والرامات، وبعد كده بنتكلم على العمالقه الا وهو البروسيسور. تعال نعرف الجهاز ده بينزل رامات ايه ومساحه كام. الجهاز ده بينزل ثلاث مساحات مختلفه: 8 جيجا رام 128، 8 جيجا رام 256، والنسخه العملاقه بتاعته 12 جيجا رام 256. اكتر حاجه هتكون متواجده عندك في مصر غالبا هيبقى عندك النسختين، ال 8 جيجا رام ال 128 وال 8 جيجا رام ال 256. ما اعتقدش اللي هيعوز ال 12 جيجا رام دي هتنزل دولي، فهتضطر ان انت تجيبها من بره مصر. نيجي نتكلم عن البروسيسور، والبروسيسور هنا بيجي من اكزينوس 1480 4 نانومتر. البروسيسور ده مش وحش، وفي التصوير جميل جدا، وبيتحكم في الكاميرات بسلاسه، وفي الالعاب جميل مش وحش. ممكن الجهاز يكون بيسخن معاك شويه وتوفير الطاقه مش احسن حاجه، هو ده الفرق اللي هيبقى بينه وبين السناب دراجون. انما هو كبروسيسور هو عملاق، والبروسيسور ده حلو جدا وهيريحك جدا. فلو انت غاوي العاب والكلام ده، انا ما انصحش بالبروسيسور ده في الالعاب، خاصه لو انت بتلعب العاب شديده زي بابجي والكلام ده كله يعني. بلس على كده الجهاز بيجي بطاريه 5000 ملي امبير، وبيدعم الشاحن ال 25 واط. وبرده من ضمن العيوب اللي احنا فيها الجهاز مش بينزل بشاحن، يعني انت هتشتري له شاحن 25 واط من السوق، او لو عندك انت الشاحن طبعا بتكون دي حاجه افضل يعني. سعر الجهاز ده عالميا ب $413 بالظبط، بس انا اتمنى ان الجهاز ده يكون ينزل مصر باسرع وقت. الجهاز ده انا حابب شياكته جدا، وانا حابب ان انا امسك الجهاز ده اشوفه. اكتب لي في التعليقات يا صديقي لو انت معاك الموبايل ده، قول لي اداؤه عامل ايه معاك، الموبايل ده حلو ولا وحش، بيسخن، طب عامل ايه معاك في الالعاب، طب التصوير بتاعه الكاميرات بتاعته عامله ايه معاك. انا والناس اللي بتتابعني محتاجين نعرف لو انت معاك التليفون
التليفون ده هو عامل ايه معاك. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كان موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك ان شاء الله. حلو قوي. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه بعناوينها تحت بعضيها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تتابعها وتشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. استنى رسالك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.